عليكم السلام ورحمة الله. الاسم عبد الواحد حركات، استاذ تنين الغربيه بطبيعه الحال. جيت من تنين الغربيه لجامعه السبيطه باش نحضروا لهذا الموسم ديال سيدي حموده مول المشوار. بطبيعه الحال من بني يافو جينا نحن لان حنا كنتساميو للوالي الصالح سيدي عبد العزيز بن يافو، وما يمنعش اننا نجيو هنا لهذا الوالي الصالح كذلك نشاهدوا الخير بطبيعه الحال ونروحوا شويه على النفس مع الوليدات. كيفاش الموسم هذا العام؟ بالنسبه للموسم ديال سيدي حميده دابا الخيل راهم جايين. بالنسبه لهذا العام كان التنظيم مزيان بنقطه واحده اللي كانوا الحمد لله القرصه هو عام على عام كيولي مزيان، يعني كتزادوا تحسينات من حسن الاحسن. الا النقطه اللي كانت تارد شويه عند البارديه هي مساله ديال البارود. عطينا 3 كيلو على حسب التصريح ديال احد البارديه 3 كيلو عطينا 3 كيلو. لا دابا هو راه بغض النظر على الكميه ولا الكونتيتي اللي عاطينهم، ولكن كنتعطلوا عليهم لان النهار الاول كان داروا التحيه وعطلوا عليهم. على العموم الامور مزيانه. هذا العام كان البارود مزيان وكاين الصورة جديده وكاينين الصورة زايدين على السنوات الماضيه. كما قلت لك عام على عام راه كيتحسن مزيان. المناطق اللي كيجيو دور الموسم، المناطق اللي كيجيو هنا في الغالب هذه المنطقه ديال واد السبيطه البارديه اللي كيجيو ليها في الغالب اللي كينتميو ليها ولاد السبيطه، تنين الغربيه، تقدر تكون خميس زمامله، تقدر في الغالب كيجيو لي على المناطق المحيطين والمجاورين به، هما اللي كيجيو لهذا الموسم هذا. مع العلم ان هذا الموسم هذا كيتلعب فيه البارود مزيان مقارنه مع الموسم ديال بني يافو اللي هو ديالنا. ها سميتو هنا سيدي حميده المشهور كيتلعب فيه البارود مزيان وكيتقرص فيه، كتكون فيه الفرجه صراحه، كتكون فيه الفرجه كثيره. هذه السنه ما كاينش فرجه، ما كاينش فرجه السنه، غياب فرجات كليه على حساب كل واحد والنظره ديالو كيفاش كيبان ليه. ولكن بالنسبه لي انا البارح، بالنسبه لي انايا من عشاق البارود، وكان من هذا المنبر كنوجه التحيه لجميع البارديه واخص بالذكر القيدوم ديالنا سي احمد الحبيري. بطبيعه الحال عارف انايا هو عزيز عليا بزاف ولانه استاذ ومعلم في هذا المجال هذا. هذا العام هما مفرجين. البارح كانت هطول ديال الامطار ومن بعد ركبوا وكانت الفراجه الحمد لله. كلمه اخيره اولا كلمه نوجهها الناس المسؤولين يردوا البال من هذه النقاط، لان كاين البعض اللي باغي ينتقد، ومن غادي يبغي ينتقد غادي يمشي لك هذيك النقطه السوداء. ولو انت مع كما قلت لك راني في واحد الصراع قلته سابقا، قلت من اراد ان يراك مخطئا سيراك ولو كان اعمى، بمعنى انه راك غتبان ليه مخطئ، ولكن الا كانت لي واحد النقطه او واحد الثغره من غادي يدخل غتبان لي راك مخطئ بشكل كبير، ولو انك ما عرفتش شنو غادي دير. مشكورين الحمد لله. العام راه مزيانه المساله، نشوفوا هذه القرصه هذه تكون ختاميه ان شاء الله باذن الله. اللهم بارك. نعم تفضل. الصربه ديال شعيب الحيمر، هذه الصربه ديالنا ديال هذا سهيل ديالنا سي سليماني وشعيب الحيمر. خصك تعرف بانه كيعتمد على واحد تكلم لينا. كيعجبني بواحد المساله، وانه كيعتمد على واحد الشباب يلاه كاين اللي يلاه حديث العهد بالتبوريده يعني كينخلع لا كيشدهم كما كنقولوا حنا كيبلورهم كيقادهم على حساب كيف كيبغى هوايه، وكيحكهم مزيان وكيولوا كيضربوا البارود مزيان. يعني لا خوف على فنون التبوريده، خصوصا في التنين الغربيه. كاين عندنا مدرسه ديال السي احمد الحبيري، والمدرسه اللي حديثه العهد ديال السي بشعيب الحيمر. تحيه لي، واحد انسان طيب خلوق ولا يعرف الحقد طريقا الى قلبه، ولا خوف على التبوريده في الجماعات الغربيه. وتحيه للجميع، جميع البارديه، من فهمتي ولا غير هادو اللي. وكذلك الزوار نرحبوا باسم الناس، كنرحبوا بجميع الزوار اللي جاوا لهذا الوالي الصالح وجاوا للترويح عن النفس وجاوا باش يشوفوا هذا الفن ديال التبوريده اللي هو فن تراث لا مادي مسجل في اليونسكو باسم المغرب بطبيعه الحال. وجاو كما قلت لك يجيو يروحوا على النفس ديالهم في هذا الموسم هذا. بالنسبه للزوار كيكملوا الناس. حنا راه مشكورين جميع الناس اللي جاو هنا البارديه من القريب